اول حاجه كده، اوعى ترجع تسمع نفس الشرح اللي انت سمعته طول السنه ترجع تعيده وتسمعه تاني من الاول. ده بيكون في حالتين. الحاله الاولى ان انت ترجع تسمع نفس المدرس اللي كنت بتسمعه طول السنه ترجع تسمع المراجعه النهائيه بتاعته. يعني انت لو طول السنه ماشي مذاكره مع خالد صقر، في المراجعه النهائيه جرب عبد الجواد، والعكس. عموما الحاجات اللي انت سمعتها اصلا طول السنه وسمعت شرحها وفاهمها كويس، اوعى ترجع تسمع شرح مراجعه تاني ليها ابدا. انت كل اللي عليك ان انت تحل عليها وتشوف طريقه الحل بتاعتهم، لكن ان انت ترجع تسمع تاني فده بيضيع لك وقت كتير جدا. حرفيا ده يعتبر فراغ بيسحب لك الوقت، او ثقب اسود بيسحب لك الوقت، فاياك تعمل كده. في كلام ما كانش ينفع يتقال لك اول السنه حاليا ينفع يتقال لك، ولازم تكون واعي بيه. انت حاليا المفروض تكون وصلت لليفل الادراك اللي يخليك تفهم ان في مواد فعلا انت لازم هتجيب فيها درجه التقفيل، بينما في مواد انت مهما عملت انت لازم هتنقص فيهم، وفي ماده انت المفروض تكون وقعت منك اثناء السنه دي، وده شيء طبيعي. المواد اللي انت لازم تكون عارف ان انت لازم تقفلهم باذن الله هي الجيولوجيا والانجليزي والالماني. لازم تكون عارف ان المواد دي هي مواد تقفيل، يعني انت المفروض داخل الامتحان وانت ناوي باذن الله عز وجل ان انت هتقفلهم. الفيزياء والكيمياء والاحياء لازم تكون عارف ان المواد دي فكره ان انت تقفلهم هتكون صعبه جدا، لكن مش مستحيله، وفي ناس عملوها. امتحان الكيمياء اللي كان عامل ضجه السنه اللي فاتت في ناس كانوا مقفلينه فعلا. الفكره اللي انا عايز اوصل لك بيها ان انت تكون حاطط في حساباتك ان لازم ماده من الثلاثه دول هتكون وقعت منك، هتكون عامل حسابك ان الماده دي مهما نقصت فيها ما يكونش الحاجه اللي تضيعك، لكن ما تنهارش لان انت في ماده ضاعت منك في النص. حاجه كمان، لما تيجي تراجع في المراجعه النهائيه وتحل، فانا بنصحك ان انت تحل من كتاب الامتحان عموما في اي ماده. لكن لو انت من الاشخاص اللي بيحبوا يحلوا كتابين واكتر، فانا انصحك الكتاب التاني ما يكونش كتاب معين لاي ماده، يعني مش التفوق في الاحياء ولا الشامل مش عارف في ايه. اللي تمشي عليه ان انت تجيب كتاب لمدرس من مدرسين المنصات وتحله، وده يكون الكتاب التاني. لكن المركز الاول دايما هيكون الامتحان، لان فعلا بيكون اقرب حاجه لامتحان اخر السنه. ليه بقول لك كتاب تاني؟ لان المدرسين بتوع المنصات دول بيجيبوا لك كل المواد اللي موجوده في السوق ويجمعوا اغلب الاسئله اللي موجوده فيها، سواء هم او الناس اللي شغاله معاهم الاسيستنت بتوعهم، ويجمعوا الاسئله دي ويحطوها لك في كتاب واحد شامل يعتبر كل الكتب اللي موجوده في السوق. الفتره دي من السنه بيكون الوقت ليه اهميه غير طبيعيه، ودي حاجه انا مش محتاج اقول لك عليها لان الوقت في المراجعه النهائيه بيكون مهم جدا. فمن اكتر الحاجات اللي هتساعدك ان انت تحافظ على وقتك ان انت تخلي اغلب دروسك منصات، مش ان انت تنزل دروس في سنتر. حاول تخلي اغلب المواد اللي انت ظابط نفسك فيها وماشي فيها كويس وقف فيها السناتر وتتفرج فيها على المنصات. لكن لو في ماده انت شايف نفسك فيها مش كويس او مش احسن حاجه، فما انصحكش ابدا ان انت تكتفي بمنصه، وانصحك ان انت تكمل في السنتر زي ما انت، ولو عايز تزود منصه ما يكونش فيه اي مشكله، لكن ده في حاله ان الماده دي انت واقع فيها. غير كده فالافضل ان انت تكمل منصات عشان توفر وقت. بص، اولويه مذاكرتك في المراجعه النهائيه هتكون ازاي؟ اول حاجه المفروض تتخلص منها وتذاكرها هي الحاجه اللي ما اتفتحتش من اول السنه، حاجه انت حرفيا ابيض فيها. الحاجه دي لازم تكون المركز الاول ان انت تبدا فيها. الحاجه الثانيه حاجه اتفتحت لكن ما تحلش عليها، الحاجات اللي ما تحلش عليها دي تكون المركز الثاني. الحاجه الثالثه حاجه ما تراجعتش، يعني حاجه انت فتحتها وحليت عليها بس حاليا جه وقت المراجعه بقى ان انت تراجع عليها. لكن اوعى تبدا تراجع في الحاجه وانت في حاجات مثلا ما حلتش عليها قبل كده، او ما فتحتهاش قبل كده خالص، لان هتلاقي الحاجات دي انت رجعت راكمتها للمره الثانيه، ومش بعيد لا قدر الله تلاقي نفسك داخل الامتحان من غير ما تخلص. كل مره باجي اكلمكم بقول لكم في وقت، وصدقني هتلحق ومعاك وقت كتير، وشهرين دول وقت كتير جدا، وانت لسه في شهر 11 ولسه في شهر 3 ولسه في شهر 4. المره دي انا جاي اقول لك خلاص ما بقاش في وقت. حرفيا لما كنت باجي اقعد اقول لكم كل مر سيمر، انا عايز اقول لكم ان المر خلاص مر، السنه خلصت. انت دلوقتي في الشوط النهائي، او بالاصح في الوقت البدل ضايع. انت بتلعب في الوقت البدل ضايع دلوقتي. كان في مقوله كنت كاتبها من دكتور احمد الجوهري، كان بيقول لك اهي من دكتور احمد الجوهري، كان بيقول لك ان الخيل اذا شارفت نهايه المضمار بذلت قصاري جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل افطن منك. انت دلوقتي في نهايه السباق، فاوعى الخيل تكون افطن منك. انا مش بوترك لما بقول لك ان السنه خلاص يعتبر خلصت، انا اللي انا عايز اوصله لك ان هات اخرك بجد، لاني خلاص الماتش انتهى.